ما انا واحد منكم وعارف كويس الناس اللي ظروفهم صعبه بيعيشوا ازاي. وانا بقول لكل اللي بيسمعني، خاصه الناس اللي هم ظروفهم صعبه، ان شاء الله اخر الشهر ده هتكون الدوله خلصت تدخلها لتقليل الاسعار بشكل مناسب. عينينا على الإنسان المصري البسيط اللي هو ظروفه صعبة، عينينا عليه كويس قوي. والتوجيه أنا بقوله بكرره تاني قدامكم، لن يحدث تصعيد في الأسعار مهما حصل، ومش هيحصل حاجة للدولار يعني، لكن بقول مهما حصل للدولار. أنت الجيش مسؤول والدولة مسؤولة معايا، ماشي يا فندم؟ وعد ان شاء الله، وعد ان شاء الله. احنا لو نقدر طبعا ده وعد ان احنا نحافظ على الاسعار دي، خاصه كمان كل سنه وانتم طيبين عشان شهر رمضان. حسبي الله ونعم الوكيل في كل اللي بيغلي الحاجه، زي ما احنا زي ما هم وعيالهم من بعدهم، ويا ريت توصل لي صوتي. هيوصل، بس قولي لي ايه؟ بقيت اسقف كده واقول تسلم الايادي، وقلت ده انا هعيش عيشه حلوه، بقيت في الحديد يرضي ربنا. يا سيدي حس بينا. فين ليه لسه تعبانه جدا يعني. كام كيلو اللحمه بكام؟ ايه اللي خلاص نبدا نقول خلاص، نبدا نقول خلاص. معاكي فلوس تجيبي؟ تلاقيكي من شويه تجيبي اكل. اتكلمي، جات لنا الفرصه نتكلم. خلاص انا هعيط خلاص. ده تلاقي زمايلي شايفيني وبنتي شايفاني وولادي شايفيني، بس غصب عني. حسبي الله ونعم الوكيل. اسمعي بس ما تزعليش. اقول ايه؟ خلاص لو انت مش عايزانا نطلق مش هنطلق يا ستي. خلاص في ربنا. انا بمشي كده بكلم ربنا، اقسم بالله بمشي اكلم ربنا على العيشه اللي احنا فيها. طب ليه يا امي بس؟ تعبانين، حتى في الشغل تعبانين، محدش واقف جنب اي حد مننا. ليه يا امي ظروفك؟ احنا عمال وتعبانين اهو، شاربين المره اهو، المرتبات بتاعتنا زي الزفت. حضرتك شغاله ايه يا امي طيب؟ عملت نظافه. تمام. مرتباتنا 450 جنيه، بعمل ورديتين طفحانين فيهم المر، وما فيش رحمه، ما بيرحموش. ومش ما فيش، لو انا عيانه ماليش ابره وماليش علاج وماليش اي حاجه. طب بتشتكي مين يا امي؟ نعم؟ بتشتكي مين؟ اشتكي ربنا، ماليش الا هو. طب حضرتك عايشه ازاي يا امي مع غلاء الاسعار اللي احنا شايفينه دلوقتي؟ بطبق في الشغل ده للصبح، على لقمه كده ولقمه كده، وبلم نفسي عشان ادفع الايجار. بدفع 450 جنيه في الشهر، ده غير النور غير الميه. بس يعني يبصوا لنا شويه بعين الرحمه، احنا تعبنا من الاسعار، تعبنا. يعني الناس الغلابه اللي زينا ما تاكلش. مصر ام الدنيا وهتبقى قد الدنيا.